بصوا حبايبي الفراخ الجميله اللي احنا شويناها دي طعم وريحه تحفه وتوابل روعه لوجه الله، بنيه ان ربنا يشفينا ويكرمنا. ويلا معانا نشوف التتبيله الحلوه دي اتعملت ازاي. يلا بينا يا حبايبي. بصوا حبايبي الفراخ اللي احنا هنعملها ديت تتبيلتها جميله وخطيره علشان نوزعها لوجه الله الكريم بنيه شفاء المرضى. الفراخ دي يا حبايبي اتبلت بتتبيله جميله جدا، اتبلت بزبادي، بملح وفلفل، ببهارات فراخ، بصلصه، بزيت، ببهارات 7 بهارات، بايه تاني، طماطم كمان، كزبره، طبعا الملح قلناه، ليمون، ما حطيناش خل. وبصوا انا كنت بعملها تحت البطاطس. بصوا التتبيله ميتها هنغطيها اهو، بصوا ما شاء الله. هنغطيها بورق فويل بس، وطبعا هنحط قبل الورق الفويل ورق زبده عشان الفويل ما يلزقش في الفراخ، وطبعا ايه الالومنيوم مضر بالصحه، واخدين بالكم يا حبايبي. يلا نبدأ الفيديو ونشوف. نسيت اقول لكم يا حبايبي في التتبيله كمان سماق، ومحطوط كمان جوز الطيب مطحونه، وحبهان مطحون، وكمان ايه حبهان مطحون، وورق لورا مطحونه برضو، وتوم باودر وبصل باودر. ريحتها خطيره. لازم اما نكون حاجه عايزين نعملها لوجه الله نعملها كأن انت اللي هتاكليها بالظبط. تمام يا حبايبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حبايبي هنعمل فراخ مشوية وهنفرقها لله، علشان طبعا افضل الصدقات اللي هي اطعام الطعام وسقيا الماء طبعا في الاول. فاحنا ان شاء الله باذن الله ديت اطعام الطعام بنية ايه، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. فلازم يا حبايبي الواحد كل فترة، يعني مش شرط مثلا ان شاء الله تطعمي 2 حتى 3 4، فبإذن الله الفراخ دي هنشويها في الفرن ونوزعها كده صدقة. احنا المفروض اللي يوزع طبعا ما يقولش ان هو وزع صدقة، بس احنا بنقول كالنية ان الناس مثلا ايه تعمل مثلا طبق، تعمل طبقين وتدي لأي واحد غلبان من اللي هم هياكلوا. فاحنا قررنا بدو مرضاكم بالصدقة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا. فان شاء الله هنعمل الفراخ ديت ونوزعها لوجه الله، وربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا. فاتمنى كل واحد ممكن يطعم اي انسان من الاكل اللي هو بياكله ان شاء الله، زي ما قلنا 1 2 3 حسب مقدرتك، وربنا يتقبل منا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبايبي هتتحط 1.5 ساعة بعد ما هتخش على فرن ساخن. بعد ما تخش على فرن ساخن نحطها ساعة بالظبط او 1.25 ساعة، وبعد كده تحت الشواية عشان تاخد ايه وش. بصوا حبايبي الفراخ دلوقتي طلعت من الفرن زي الزبدة. بصوا لما غطيناها بالفويل الاول، ورق زبدة وبعدين الفويل، بصوا ما شاء الله. وشوف الصوص اللي منزلاه ده، ممكن بقى تسووا فيه البطاطس، خدين بالكم، يعني ما تحطلهاش سمنه وهي اللي منزله ده كله. بصوا حبايبي الجمال، بصوا هي كده محمره اهي، بس هنحط لها تحمر وتاخد لها وش. بصوا ما شاء الله زي الزبده حبايبي. يلا بقى نديها وش ونوريها لكم تاني. وبألف هنا وشفا للي ايه هياكل، بنيه ان ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. واخيرا يا حبايبي الفراخ طلعت من الفرن اهي، ريحتها جباره وطعمها جميل والتتبيله باينه فيها، وربنا يتقبل ويجعلها في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.